مزايا الكريستال. اياك تقفل الزرار ده في عربيتك. عمرك طلعت توك توك فجاه فكسرت الدركسيون جامد ولقيت العربيه بتعوم منك بس لمت نفسها بقدره قادر؟ اهو قدره قادر ده يا سيدي اسمه الاي اس بي. الاي اس بي ده عباره عن جهاز مخابرات جوه عربيه متوصل بشويه جواسيس اللي هي الحساسات، يعني حساس باصص على الدركسيون بيشوفك عايز تروح فين، وحساسات تانية متركبه على العجل بتشوف العربيه رايحه فين بجد. فاول ما بتخش غرزه غشيمه وتكسر فجاه بيحصل معاك مصيبه من اتنين: يا اما بوز العربيه يعاند ويكمل طوالي فترشق في العربيه اللي قدامك، وده اللي اسمه اندر ستير، يا اما ظهر العربيه يسبقك والعربيه تعوم منك وهتلف حوالين نفسها، وده اللي اسمه الاوفر ستير. في الحالتين دول الجواسيس بتبعت اشاره طوارئ لمخ العربيه: الحق يا ريس، البهيم اللي سايق ده بيعك الدنيا والعربيه هتقلب بينا. وهنا بيتدخل الاي اس بي في كسر من الثانيه، وده صنايعي بقى ما بيدوس فرامل وخلاص. فلو العربيه بتزحف لقدام ومش راضيه تلف معاك بيمسك فرامل على عجله واحده من ورا علشان يلففها غصب عنه. ولو العربيه بتعوم من ورا وبتلف غصب عنك يفرمل العجله من قدام ويسحب بنزين من الموتور علشان يثبتها، فيعدل بوز العربيه ويخليك تخرج من الموقف كانك سواق ما جابتكش ولاده. فهو هتقفل زرار الاي اس بي ده وتعمل لي فيها فان ديزل عشان احنا مش ناقصين. ففوق بقى وخد لك معلومه تكاويه.